جبنا لكم اليوم أسعار العملات الأجنبية مع الدينار الجزائري اليوم 29 سبتمبر 2024، وارتفاع اليورو والدولار مع سعر الدينار، والسبب غير معروف. أول حاجة قبل ما نبداو الفيديو، درنا أبوني للكونت ودرنا إعادة النشر في التيك توك وأبوني في اليوتيوب. شوف، أول حاجة اليورو راهو ارتفع بسعر جنوني، راهو قريب يقيس 2,500. بالنسبة لسعر الشراء 2,460,000، وسعر البيع 2,480,000، وراهو يتبدل من كل ولاية كيف كان اللي أكثر كان اللي أقل. بالنسبة للدولار الأمريكي 2,250,000، وسعر البيع 2,270,000. بالنسبة للدولار الكندي 1,620,000، وسعر البيع 1,640,000. الجنيه الاسترليني كذلك طلع 2,830,000. بالنسبة لسعر البيع 2,850,000. هذا الفرنك السويسري 2,630,000. الريال السعودي 580,600. الدرهم الإماراتي تقريبا كيف 590,610,000. والأسعار هذه راهي تطلع وتهبط. الدينار التونسي 690,700. في المناطق الحدودية تلقاها أقل من السعر هذا، يعني الناس اللي حابة تروح لتونس تشري من المناطق الحدودية خير. الدينار الليبي حتى هو طاح بزاف، راه في 330. والناس اللي راح على ليبيا تدي معها الدينار التونسي أو الدولار أو اليورو. وهذا الدولار الرقمي تاع الباينوس 2,350، 2,400. هذا هو الفيديو تاعنا. خوتي، عاونونا ابونيونا الكونت، واي استفسار على اي حاجه ها النيميرو تاعي تاع الواتساب. مرحبا بكم كامل.